لماذا لا يستجاب بكل الدعوات؟ بشعر أن دعائي لا يستجاب. جميل هذا السؤال حتى نصحح المفهوم. الدعاء مش ضروري يستجاب، لكنه نافع على كل الجهات. إما يستجاب لك أو لك، أو يرد عنك ضر وعنك بسبب الدعاء، ضر أنت لا تعرفه وأنت لا تعرفينه، أو يدخر ليوم القيامة حسنات. فالدعاء اللي انت دعيتيه وانت دعيته ما راح بوش، الله خبى. وفي ناس يوم القيامة تعرض عليهم حسنات مثل الجبال، فبقولوا يا رب هذا احنا ما عملنا كله، من وين؟ قال هذه أمنياتكم وأدعيتكم التي لم أستجيبها لكم ادخرتها لكم حسنات. فإيش بقولوا؟ يا ليتنا لم تستجب لنا دعوة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبيباتي، عاملين ايه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا بقى بدون مقدمات، انتوا وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. لو لسه كده حبيبة قلبي بتشوفوا قناتي لأول مرة، انا زوزو بعمل معاكي بقى كده روتينات وصفات، بعد مرة كده فلوجات بسيطة. يا رب قناتي تعجبك، وفضلا منك طبعا وليس امرا مني. لو اخدت لفة في القناة كده وعجبتك، تنزلي كده تثبتي وجودك بكومنت حلو، وتعملي لايك على الفيديو، واستحلفك بالله دعوة حلوة من قلبك. بصراحة الحاج. طبعا بقى فيديو النهاردة يا ست البنات روتين حلو جدا. مشينا الأستاذ حسام لمدرسته، وقلنا بقى نشوف هنعمل ايه. بما ان هو بقى روتين يا ست البنات، تعالي نقول الدعاء الحلو بتاعنا بزيادة ده. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. بتنضفي مواعينك كده ازاي يا زوزو؟ وبتعملي لها ايه وبتحطي لها ايه؟ والله يا اختي ما بحط لها حاجه، كل الحكايه ان انت بس ايه، اضغطي على المواعين جامد وانت بتغسلي، وحسسي نفسك ان انت فيكي صحه كده وقويه، وانت اقوى من الدهون اللي موجوده عندك. فان شاء الله هتطلع وهتبقى مواعينك زي الفل. سيبك بقى من اللي بيقولك انا بغسل بايه وبعمل ايه، دي كلها والله العظيم حاجات مش بصدقها خالص. اي نعم في حاجات صحيحه، بس احنا صحتنا وقوتنا اهم من كل شيء. المهم حبيبة قلبي، كان عندي بقى الطاسات دي في بفتح كده الفرن بتاع البوتاجاز، بسم الله ما شاء الله اتخضيت من المنظر. لقيت حوالي 3 طاسات 4 طاسات. الصراحة شكلهم مش مريح خالص. انا برضو بوريكم عشان ما تقولوش ده انا حط عليها حاجة او مش عارفة ايه. دي زيوت او دهون ناشفة خالص، يعني بصي لو غسلتها بالسلكة من هنا لبعد يومين مش هتنضف معاكي غير بالطريقة اللي انا اقولك عليها دلوقتي. طبعا في نوعين من الدهون، دهون اللي هي بتبقى مستعصية، اللي هي بتبقى اللي بره على الطاسة من بره دي، والدهون العادية اللي هي البسيطة اللي مجرد ما انت تحطيها على النار هتلاقي الدهون دي فكت لوحدها وتبدأي تغسليها. كل المشكلة بس ان انت تقدري تتحكمي في السلكة بتاعتك وهي سخنة، علشان تطلعي كل الدهون دي في ثواني. عملت ايه يا زوزو؟ حطيت كده الطاسات على النار وسخنتها، وجبت سبونشة او سلك من اللي هي الخشنة، وبدأت ان انا اغسل بيها الطاسات بتاعتي. بسم الله ما شاء الله، انتوا شايفين المنظر؟ الدهون اول ما بتحط الدهون على النار بتروح طالعة معاكي في ثواني، يعني مجرد ان انت تحطها تسيح كده والطاسة تسخن قوي، تبدأي تغسلي بقى الحلة بتاعتك، الطاسة بتاعتك هتلاقيها تنضف معاك. انا بتكلم يا جماعة عن الدهون اللي هي العادية اللي موجودة في الطاسات. مثلا وليكن تعالى اقولك بنحمر مثلا فراخ، مرة على مرة بنحمر بطاطس كده، بنلاقي حروق في الطاسة بسيطة من جوه. مش عايزة طاستك توصل للمرحلة ان هي تتحرق والزيت يكون موجود فيها وهي محروقة، لان ده طبعا بيتفاعل مع الزيت وغلط علينا جدا. خلصت بقى، وزي ما انتم شايفين شكل الطاسات بسم الله ما شاء الله. ما قلتلكيش وصفة ان احنا نشيل الدهون من بره، لان هي لسه دهون بسيطة، لان انا كنت غسلاها قبل كده وكنت عاملة بيها فيديو على فكرة، ان شاء الله هعملها لكم تاني. اللي هو ايه بقى يا زوزو؟ اللي هو تنظيف الطاسات، التنظيفة العميقة من بره، من الظهر بتاعها لجوه. تمام، بصوا انا كنت منضفاها، هي لسه بادئه تكون دهون، بس انا ما بينفعش احمر في الطاسه بتاعتي حاجه غير لما تكون نظيفه زي ما انت شايفاها كده بالشكل ده. روتين النهارده حبيبه قلبي حلو جدا، يا رب يعجبك. هنحضر اكل مع بعض وهنشوف مصلحتنا. طبعا بقى في الوقت ده انا كان ابني الكبير في الدروس وحسام في المدرسه.
اللي هو ما فطرتش غير لما هو اجا بقى. تمام. راح جاب بقى فول كده وطعمية، وقطعت طماطم وخيار وبصل ومخلل، وفطرنا احنا الاتنين وعملنا كده حاجة سخنة شربناها، وخلاص على كده. قعدت شوية كده استقنيصت كده وريحت دنيتي، يعني قعدت شوية خدت هدنة كده، وبعدين قلت ايه بقى، اقوم اشوف اللي ورايا. طبعا كل الكلام ده والله اقسم بالله في يوم واحد، وبالاضافة ان انا كان عندي غسيل على الحبل او على المنشر عاوز يتلم ويتطبق. بصوا عايزه اقول لكم قصه وليله كبيره قوي. المهم حبيبتي دايما استعيني بالله وصلي على الرسول اول ما تدخلي مطبخك، علشان كده ربنا يوفقك وتقدري تنجزي كل مهام بيتك وشغلك. كلنا بيجي علينا وقت يا بنات ما بنكونش قادرين نعمل اي حاجه، والله العظيم انا اول واحده فيكم. بس وحياة ربنا انا اليوم ده كان عندي تعب اللي هو مش قادرة اعمل حاجة، فاستعنت بالله وقمت. والله يا ولاد والله العظيم فعلا ربنا بيحوش عنك كل حاجة وحشة اول ما بتقوم وتشوفوا مصلحتك. مين مننا كده بيجي ينزل من على السرير زي كده بيبقى مش قادر يدوس على رجله؟ والله العظيم ما بكذب عليكم في شيء. بس ساعة لما بتنزلي كده وبتستعيني بالله وتعرفي ان انت وراكي شغل، تعرفي ان انت وراكي ولاد عايزة تفطر وتتغدى وتتعشى وترتب هدومها وغسيل وراكي ومواعين وراكي ودروس وراكي وطيور وراكي، صدقيني والله العظيم ربنا هيحوش عنك وهيشفيكي. بس المهم ان انت تقومي كده وتستعيني بالله، وربنا ان شاء الله هيفك عنك كل حاجة وحشة. استعنت بالله ودخلت على مطبخي. اول حاجة عملتها على فكرة انا ببيت المطبخ نضيف والحوض نضيف بعد الغدا على طول. تمام. المهم حبيبتي لقيت عند الحمام كده مش نضيف، وبحب اسيقه كل يوم عامة يعني. المهم قلت بقى ايه اسيقه معاكم. طبعا نضفته وغسلت الحمام حلو قوي وقدام الطرقة ومش عارفة ايه، شوية معطر بقى وظبطت الدنيا زي ما انتم شفتوا كده في اول الفيديو. بعد كده دخلت على المطبخ مكانش ورايا شغل كتير، فقلت طبعا ادور على حاجة مش نظيفة زي ما انا متفقة معاكم قبل كده. اليوم اللي يكون ورانا فيه شغل او اليوم اللي يكون ورانا فيه ما وراناش فيه طبيخ او ترتيب او اي حاجة، دور على اي حاجة كده تكون مثلا مضايقاكي، حاجة تكوني شايفاها مش نظيفة، حاجة تكون عينك دايما تيجي عليها وتحس ان انت طاقتك وحشة، وابدأي ان انت تروقيها وتنضفيها وانت مزاجك حلو ورايق. لان صدقيني وقت ما العملية بتقفل معاكي خلاص بقى الموضوع ينتهى، وان شاء الله تفضل كده مش نضيفة 3 ايام قدام. خلصت وغسلت الطاسات وروقت دنيتي، وكمان فطرنا وظبطت الدنيا ولميت مكان الفطار، ومسكت الحوض غسلته غسلة محترمة، ولميت مواعين الفطار كمان غسلتها. نتكل على الله ونكتب كتب الكتاب على طول. عايزه اقول لكم قد ايه العصافير فرحانه وقد ايه ماليه الشارع وقد ايه كده. بصوا عايزه اقول لكم والله العظيم وهي بتغني كده صوتها تحفه، ببقى انا قاعده اصلا في الشقه اللي هو سامعاها كده بسم الله ما شاء الله. حبيت اسمعكم بس صوت الطيور وصوت العصافير، فقعدت بقى كده. كان عائله الحاج متولي بتقول قعدت كده ايه، شربت كوبايه الشاي بتاعتي واخدت هدنه، وبعدين دخلت اكمل اللي ورايا. طبعا بقى كنت عايزه احضر بقى غدا. فاليوم ده يا اختي والله فضلت محتاره مش عارفه اعمل ايه اسوي ايه. المهم يا قلت ايه، قومي يا بنتي يا زوزو اعملي شويه كشري مصري بالدقه، الولاد بيتبسطوا بيه وهيكفيك يوم واتنين. تمام. قطعت كده يا حبيبه قلبي بصلتين حلوين محترمين جوليان زي ما انتم شايفاهم كده. طبعا قطعها بالطريقه اللي انت عايزاها، عشان بقى البصل بتاعك يبقى بكرمل كده ومقرمش. هقولك تعملي فيه ايه، تحطيه كده معلقه نشا، معلقه دقيق، معلقه سكر، قلبي كل الكلام ده عليه وسيبيه حوالي 10 دقايق كده جنب منك عبال ما يعني تحضري الدنيا كده بس للي انت هتبدأي تعمليه. خلاص كده. المهم حبيبتي زي ما انتم شفتوا حطيت عليه زي ما قلت لكم بالظبط، وسبته كده في الطبق شويه، وبدات ان انا اجهز بقى. جبت المكرونه، جبت الشعريه بتاعتي، جبت العدس بجبه اللي انا هحطه على الرز، واللي هو بعمل الكشري بطريقه سهله قوي قوي وبسيطه. ممكن كمان تعملي عقد حله واحده اللي هو كشري الحله الواحده دي، فعادي زي ما انت محبه حبيبتي تعملي.
انا بعمله بالطريقه دي بسم الله ما شاء الله، ما اخدش وقت معايا خالص، ولقيت بيتي كده مليان خير، ولقيته مليان ريحه اكل كده وولادي اتبسطوا وظبطت دنيتي. فاللي هو اوعي تكسلي بقى وتفضلي قاعده وتقولي هقضي الدنيا، لا، قومي شوفي انت وراكي ايه، وقومي حسسي نفسك كده ان انت ادي نفسك جرعه نشاط وحماس، وشوفي هتعملي ايه. فكري في اي اكله بسيطه واعمليها. قطعت كده 3 فصوص توم. على فكره انا المفروض كنت حمرت البصل الاول، لاني بشتغل بزيت البصل بتاع الكشري بالذات لكل حاجه بعملها في الكشري، بس انا كان الوقت يعني هيدخل عليا، وكان الولاد هيطلعوا من المدرسه او يجوا، فانا عاوزه انجز. وكمان الصلصه او التقليه بتاعه الكشري بتاخد وقت. فاللي هو لو مثلا انا كنت خرجت صلصه اللي هي الجاهزه وعملتها، وكنت هستنى لما احمر البصل. حبيبه قلبي حطيت كده معلقه من الزيت وعليها نص معلقه سمنه، وحطيت عليها 3-4 فصوص توم بشرتهم، وبدات ان انا طشيتهم بحوالي ربع كوبايه خل، وبعد كده نزلت الطماطم بتاعتي عليها. الطماطم بقى يا حبيبه قلبي وانت بتضربها في الخلاط، لو حسيت انها لونها مبيض شويه زي ما انا عملت كده، هتحط عليها نص معلقه بابريكا حاره او بارده، او مفيش خالص هتجيبي قرن فلفل رومي احمر وتحطيه في الخلاط وانت بتضربي الطماطم. صدقيني وهتسيبيها حوالي ربع ساعه كده، يعني لو انت ناويه تعملي تسبيكه او حاجه اضربوها في الخلاط قبلها ببدري، وبعدين اشتغلي فيها. حطيت طاسة على النار نضيفة وزي العسل والسكر، ونزلت فيها الزيت بتاعي، ونزلت فيها كمية البصل. ممكن تقولي بقى في ناس بتعمل شوية بشوية عشان يفضلوا مقرمشين، لا والله يا روح قلبي، انا نزلت كل كمية البصل بتاعتي، وهتشوفي النتيجة في الاخر عاملة ازاي. تمام. المهم حطيت بقى الحلة او الحاجة اللي انا هسلق فيها المكرونة، وحطيت لها شوية زيت على النار، وحطيت كمان شوية توابل للصلصة بملحها، وظبطت الدنيا خالص، وبدأت ان انا اجهز بقى المكرونة بتاعتي. كل شوية بقى ايدك في البصل علشان الحروف ما تحمرش، وبقية البصل يبقى معاكي مش تمام. لو انت فضلت تقلبي فيه كل شوية هيطلع مكرمل معاكي، وكل حباية زي التانية بالظبط. خلاص. المهم حبيبة قلبي ده كان شكل البصل بسم الله ما شاء الله، كان زي الفل والله العظيم بدون مجاملة. حطيت بقى المكرونة نزلتها كده في المية بتاعتها، وحطيت على تسبيكة اللي هي التقلية للطماطم، وكل شوية بقى اقلب في البصل بتاعي علشان انا عاوزة اصفي شوية من الزيت اللي هو بتاع البصل ده، لانه بياخد طعم البصل، بيدي معايا للاكل طعم حلو قوي قوي. اعملي الطريقة دي زي ما بقولك، وان شاء الله هتطلع معاكي تسبيكة الكشري او طريقة الكشري دي زي العسل. ما عملتش الرز غير لما صفيت البصل الاول، ونزلت منه كل كمية الزيوت او كل كمية الزيوت اللي انا حطها له، وصفيتها كده زي ما انتم شايفين. بتاع الفول بره، حد عايز فول؟ المهم صفيته. واهم خطوة بقى حبيبة قلبي في البصل، ان انتي اوعي تحطي تحته مناديل مطبخ. خلاص. صينية ناشفة كده مفيش فيها اي حاجة، وابدأي نزلي عليها البصل بتاعك علشان ما تدبلش البصل ويطرى معاكي. حطيت كده شوية شعرية على شوية الزيت اللي انا اخدتهم من البصل من تحت البصل، وجبت طبق او صينية او اي حاجة عندك، وحطيت عليه البصل بتاعي زي ما قلت لكم. خلاص. البصل عايزة اقول لكم والله العظيم طلع زي بتاع المطاعم واحسن بكتير. على الاقل دي حاجة انا عاملاها بايدي، وحاجة امن على اولادي ان هم ياكلوها، وان هم ياكلوا منها. الشعرية بتاعتي احمرت، شوية فلفل اسمر صغننين كده على الشعرية وهي بتتحمر، تبقى معاكي طعم الرز زي العسل. وولادي بقى بيحبوا مع الاكلة دي، يعني بسلق لهم معاها بيض بحيث انها تزود القيمة الغذائية بتاعتها كمان شوية. المهم حبيبتي سلقت المكرونة. اوعي تسلقي المكرونة نص سوا وتقولي مش عارفة ايه، المكرونة هتتاكل على كده. على فكرة انا ما بسويهاش على النار تاني خالص، لا انا بسلقها سلقة محترمة علشان تطلع تتاكل على طول. وده كان صوت البصل بتاعي مقرمش ومفرمل جدا جدا زي ما انتم شفتوا. حطيت العدس على وش الرز ووطيت عليه بقى يستوي، وهنا 1 2 3 غسلنا المواعين كلها. بصوا بسم الله ما شاء الله.
من نفسه الحركة دي تحصل في كل حياتنا والله العظيم. المهم حبيبتي محطتش البصل في اي حاجة غير لما برد تماما، وبعد كده جبت بولة بقى صغننة وحطيت عليه، وبعد ما يبرد خالص بعدها بساعة عايزة تغطي عليه بقى براحتك خالص. تمام. هنا بقى قلت له يا استاذ رضا هتاكل الكشري لازم دقة؟ قال لي لازم دقة يا ماما. كانش فيه وقت بقى يا اختي عشان اعمل دقة على السخن، عملتها على البارد وهقولك عملتها ازاي وهقولك على السخن تعمليها ازاي. جبت 3-4 فصوص توم، نزلت عليهم كوباية مية تكون دافية، وبدأت ان انا انزل بقى معلقة كزبرة، معلقة كمون، نص معلقة بتاع اسمه ايه توم باودر، بصل باودر، وعصرت عليها ليمونة ونص، وحطيت عليها حوالي ربع كوباية من الخل. تمام كده. وبدأت ان انا نزلتهم في يعني حاجة اللي انا هستخدمها بس يكون شكلها حلو في الاكل. خلاص كده. ده كان شكل الطبق بتاعي وده كان شكل اليوم بتاعي والروتين النهاردة. يا رب يكون عجبك، ويا رب يكون دخل عليكي طاقة ايجابية كده، تدعي لي دعوة حلوة من قلبك، وتنزلي تكتبي لي كومنت حلو، ما تستخسريش فيا الكومنت بتاعك. قد ايه بتشوفوا الفيديوهات كتير قوي قوي، بس ليه مش بتكتبوا؟ ليه بتتفرجوا في صمت كده؟ شكرا لكل اللي بيبعتلي، وشكرا لكل اللي بيقول لي كلام حلو. ربنا يكبر بخاطركم يا رب، ويسعدكم ويخليكم ليا يا رب، ما تحرم منكم ابدا ابدا. ويا رب يعفو عن اخواتنا، ويا رب دايما يجعل الايام اللي احنا فيها دي تكون اخر الايام يا رب الوحشة بالنسبة لهم يا رب. اللهم اعفو عنهم يا الله. وعايزه اقول لكم بقى قطعت بضايع عشوائي لان القطاع بتاع البيض ما كنتش لاقياها. المهم ده كان شكل الفيديو بتاعنا والروتين بتاعنا. استنوني في فيديوهات كتير. مع السلامه.